بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف خلق المرسلين. أهم الحاجات يا شباب بركز فيها في هندسة أولى إعدادي الزاويتان المتتامتان. دول قياسهم كام؟ دول يا مستر قياسهم 90 درجة وضلعاها متعامدان. طب يا أستاذ الزاويتان المتكاملتان، أيوة ممتازين يا شباب، سامع الناس اللي مركزة ب180 وضلعاها على استقامة واحدة. طب يا ترى مجموع نقاط متجمعة حول نقطة واحدة، مجموع زوايا حول نقطة واحدة دي ب360 درجة، ونركز ساعات يقول لي 4 قوائم. ممتازين. لو معايا 5 زوايا حول نقطة واحدة و20 زاوية حول نقطة واحدة، دول مجموعهم 360 ودول برضه مجموعهم 360، فالمفروض هكتب له يساوي. الكلمتين اللي بعد كده يا شباب لما يكون عندي توازي. ما تشبعش من البهدله يا عره يا زباله يا دلقيحه، والنبي انت ما تحرم لما تاخد مني علقه موت. المستقيمان المتوازيان وجي واحد ثالث قاطع لهما هيعمل لي 3 حاجات. الأولى تبادل، ده بيكون حرف الزد وبيكون الزاويتين متساويتان. نعرف حرف الزد بالانجليش كده، اما بالرياضه ممكن يا مستر يكون كده، ممكن يكون كده. الزاويتين دول بيكونوا متساويتان. الحاجه الثانيه اللي بيعملها التناظر، زاويتان متناظرتان. التناظر بيكون حرف الاف ويكونوا برضه بيساووا بعض، ممكن يكون معكوس يكون مايل ايا كان الشكل بتاعه. رقم 3 في التوازي يا شباب التداخل. رقم 3 يكونوا زاويتان متداخلتان. التداخل ده بيكون معايا حرف اليو ومجموعهم بيكون ب180 درجة، مجموعهم يكون 180 درجة. لسه جينا حالا. ممتازين. زاويتان متكاملتان. أهم الحاجات اللي تخلي بالك منها مجموع قياسات زوايا الداخلة للمثلث. الزوايا الداخلة يعني النقطة دي مع الستار مع الشباك المفروض مع بعض ب180 درجة. طب يا مستر لو عندي زاوية خارجة، الزاوية الخارجة مجموع الداخلتين عدم مجاورة لها. الزاوية الخارجة دي عبارة عن النقطة والستار، يعني مثلا لو دي ب10 درجات ودي وليكن ب70 درجة، يا مستر هتكون دي مع بعض 10 زائد 70 هتكون ب80 درجة. يا شباب بعد كده خدنا قصة المضلعات. عرفنا ان المضلع الكبير ده يتجوز 2، واحدة جاب منها شبه المنحرف فيه فقط ضلعان متوازيان ومرضاش يتجوز وهو على كده شبه منحرف. واحد تاني اسمه متوازي الأضلاع، كل ضلعان متقابلان متوازيان ومتساويان، والزاويتين اللي في وش بعض بيساووا بعض، أما المتتاليتان ب180 درجة. ده مخلف 3 أولاد. ركز جدا في القصة دي يا شباب. الولد الأول اسمه معين، المعين بحرف العين، قطراه متعامدان وأضلاعه متساوية. اللي بعده مستطيل. مال المستطيل يا مستر؟ قطراه متساويان بحرف السين. آخر واحد الدلوعة اللي هو المربع، قطراه، قال له يا بابا انت اخويا المعين قطراه متعامدان، معين متعامدان ومستطيل متساويان. هتديني انا؟ قال لي حبيبي ما تزعلش، قطرات متعامدان ومتساويان. المعين اضلاعه متساويه والمستطيل زواياه قائمه، هلاقي المربع اضلاعه متساويه وزواياه قائمه. كده يا شباب خدنا الزتونه المهمه، أهم الحاجات اللي ممكن تقابلني في هم وزعوا النكت ولا إيه؟ لو عايز تدرس عن المضلعات. إيه يا مستر المضلعات؟ يعني معايا مضلع وليكن أضلاعه إن، أضلاعه هنرمز لها بالإن. يا ترى هيكون فيه كم مثلث؟ إن ناقص 2. يا ترى زواياه الداخلة هتكون كام؟ إن ناقص 2 هضربها يا مستر في 180. طب لو عايز زاوية واحدة هتاخد القانون اللي فات ده، إن ناقص 2 اللي هي عد المثلثات في قياسات الداخلة للمثلث الواحد على إن. طيب دي لو زاوية داخلة. طب الزوايا الخارجة يا مستر عن أي مضلع؟ الزوايا الخارجة لأي شكل في الدنيا 360 درجة. طب زاوية
خارجة 360 على الN عدد الأضلاع. طب الأقطار يا مستر بتاعته ليها قانون، بس أنا هديك حاجة سهلة. لو قال لك سداسي اجمع واطرح عند الستة، يعني قول له 1 و2 و3 و4 و5 واطرح عند الستة. 1 و2 و3 دول 6 و4 10، 1 و2 3 و3 6 و4 10 و5 15، شيل منها الستة تبقى 9. الشكل الوحيد اللي أضلاعه يا شباب، الملاحظة دي مهمة جدا، أضلاعه بتساوي أقطاره، هو مين يا مستر؟ هو الخماسي، هو الخماسي. كده نكون انتهينا إن شاء الله، ولو جزء بسيط من المراجعة.